مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا الأوفياء في هذا الخبر العاجل الذي وردناه الآن رسميا، رئيس الفاف وليد صادي جمال بالماضي في صراع مع المدرب الوطني السابق جمال بالماضي. يتعاون الاتحاد الفاف لكرة القدم مع الفيفا، وما زال جمال بالماضي يلتزم الصمت ويصر على موقفه تجاه قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إنهاء مهامه كمدرب للمنتخب الجزائري بعد الفشل في الكان كأس الأمم إفريقيا الأخيرة. وفي هذا السياق تشير المعلومات مصدر مقرب من الفاف إلى أن صاد أبلغ الفيفا بفسخ عقد جمال بالماضي تفاديا لأي نزاع قانوني. عندما يتولى المدير الفني الجديد للثعالب مهامه سيتم الإعلان عنها. وتكشف هذه المعلومات نفسها أن هذا القرار الوقائي الذي اتخذته الفاف ينبع من اقتناع صادي بقدرته على الفوز في مواجهة محتملة مع المدرب بالمضي أمام الفيفا للحصول على تعويض مالية له. بخصوص مجيد بكرة يفاجئ الجميع بشكل رسمي في المنتخب الجزائري بعدما كشفت مصادر إعلامية محلية صبيحة اليوم إن مجد بكره مدربا جديدا للمنتخب الجزائري بعد فشل المفاوضات مع كل من رينارد وحالوزيتش وكروش، حيث سيكون طاقم مجيد بكره سيكون مدعما بكل من رفيق مطمور وجمال الدين مصباح وبع اختيار لجنة الناخب الجزائري التي وضعها رئيس الاتحاد وليد صافي. ترى أن مجيد بكره هو رجل المرحلة بعد تحقيقه نجاح كبير مع منتخب المحليين. وسيتم ختاما المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.